صباح الخير، وإن شاء الله جمعة مباركة علينا وعليكم، وإن شاء الله يوم جميل وويكند أجمل بهذه الأجواء الطيبة والجميلة. اليوم حابين نحكي بموضوع كثير مهم وحساس بوطننا العربي بشكل عام، وبين كل دولتين بجنب بعض متجاورات بهذا الوطن اللي بنعتز فيه، ألا وهو العنصرية والتفرقة. للأسف يا إخواني إنه إحنا قاعدين بنلاحظ كيف كانت الحساسيات موجودة بين الجزائر والمغرب، وبنسمع بالحساسيات اللي موجودة بين السوري واللبناني، وبنسمع بين العراقي والكويتي، وشفتوا الحروب اللي صارت، الله يصلحهم. ولكن في موضوع كثير حساس وأهم وأقوى من هيك، ألا وهو العنصرية داخل البلد نفسه. بدي أحكي عن وطني اللي هو الأردن. للأسف في مصطلحين بسمعهم وبنسمعهم دائما وكلكم بتسمعوهم، واللي هو أردني في الأردني فلسطيني. هما مصطلحين مبتذلات يدلوا دلالة واضحة على العنصرية الموجودة عندنا، طبعا وهي ناتجة من فئة بسيطة بالمجتمع من الطرفين بيثيروا هذه النعرات. ويا ريت يا ريت كلنا نكون عقال ونفهم ونعي الكلام اللي بقوله ونتجنبه. يا جماعة الخير، احنا أرض واحدة مش أرضين، احنا بلد واحدة مش بلدين. طول عمرها البلاد مفتوحة، ما في حدود كان بينها. يا جماعة الخير، بدي أرجع شوي للتاريخ. إحنا كأمة عربية كوطن عربي بنحب نحكي بالتاريخ، لأنه كان تاريخنا مشرف حضارة. ولكن الآن الحاضر تبعنا بعري، ما في إشي غير الحروب والبهدلة والانصياع ورا الغرب. المستقبل تبعنا ما له معالم. فخلينا نحكي شوي بالتاريخ. أنا حفيد لرجل من رجالات الوطن اللي كان همه الأول فلسطين وأرض فلسطين الطاهرة، وإخوانه الفلسطينيين اللي كانوا مغصوبين، اللي كانوا مضطهدين، كيف بده يساعدهم وكيف بده يحررهم. لما كان يطلع هو فرسان العشيرة والعشائر الثانية وشيوخها من الأردن، من شرق النهر، ويروح على غرب النهر، على القدس وعلى بيسان وعلى حيفا وعلى يافا والناصرة وكل المدن اللي بتعرفوها فلسطين الطاهرة، علشان يساعدوا إخوانهم ويقتلوا اليهود المغتصبين. كان نابع من جواهم أخوة كانت بينهم وبين أخوهم اللي بنقول عنه فلسطيني حاليا، مع أنه ما في فلسطين وما في أردن، كلها بلد واحدة. يا جماعة الخير، جدودنا القدام كانوا ينزلوا يتسوقوا ويغيروا جو ويدرسوا أولادهم وكذا. وين؟ أنا من منطقة اسمها الأغوار الشمالية المشارع، كانوا يروحوا يدرسوا بالناصرة ويسان ويتعالجوا هناك. ليش؟ أقرب لهم من إربد ومن السلط ومن عمان، اللي هي كانت أراضي أردنية مثل ما بنحكي هسه. يا جماعة الخير، لو كان في بلدين، هل بده يروح على الناصرة وبيسان والمناطق هاي؟ لا، ما كان فيه. كان نهر عرضه 3 4 5 متر بمشي عليهم أرجولهم أو على ظهر الفرس. ما كان في حدود. سهلة سهلة إخوان. نقطة ثانية بدي أحكي فيها على التاريخ برضو. تعرفوا زمان كيف كان العشاير في نزاعات فيها جوا الأردن على الضفة الشرقية. عشيرتنا لما تختلف مع عشيرة ثانية، كان بكل بساطة إذا تضاربوا ببعض، العشيرة اللي حلف لعشيرتي واللي موجودة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الشرقية فورا بتروح وبتقاتل العشيرة الفلسطينية واللي هي حلف للعشيرة الأردنية. شو رأيكم يا جماعة؟ هذا دليل على أنه ما كان في أردني وفلسطيني، كانت عشاير موجودة بإربد وبالسلط وبيسان وبناصرة وبالقدس، كلها عشاير مناطق متوزعة. ما كان في أسامي دول، ما كان فيه. كانت دولة عربية واحدة موجودة من المحيط للخليج. هذه هي بلدنا العربي، نفس اللغة ونفس الدين ونفس كل العادات والتقاليد. يا جماعة الخير، احنا بلد واحدة مش بلدين. خلينا نرجع شوي لما صارت 48 و67 والنزوح اللي صارت بأرض فلسطين الطاهرة، ولما اجوا والتجأوا لإخوانهم الأردنيين، الأردني فتح بيته لأخوه الفلسطيني وقسم رغيف الخبز بيني الأردني وبين الفلسطيني. إخوان كانوا إخوان. وبنيجي هسه للأسف بنلاقي عنصرية تتوارث من جيل بعد جيل من بعض الفئات الضالة اللي أنا حكيت عنهم. يا جماعة، وإحنا شباب للأسف، وأنا يمكن كنت واحد منهم، نسمع وبنشوف
نيجي بنسأل بعض وإحنا بالمدارس وبالجامعات مين بتشجع الفيصلي ولا الوحدات؟ للأمانة ما كان إلها أي داعي، كنا بنسأل فقط لأنه إحنا منحرجين نسأل بشكل مباشر أنت من أصول، من أي أصول؟ نسأل، وإذا قال لي وحدات أنا عارف إنه هذا أصله فلسطيني، وإذا قال لي فيصلي أنا عارف إنه هذا أصله أردني. وشوف العنصريات اللي حتصير. يا حيف، يا حيف عليكم. بس يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، أنا لابس شماغ اليوم، هذا الشماغ الأحمر واللي هو بلبسوه الأردنية، وصرنا نميز الأردني إذا لابس شماغ أحمر بالشباب طبعا، والشماغ الأبيض اللي هو بلبسوه الفلسطينية، الشباب الفلسطينية. يا جماعة الخير أنا ما بقول هيك، أنا بقول إنه كان في شماغ أبيض، ولكن الفلسطيني صار أسود شماغه بعد ما حد على بلده وعلى أرضه وعلى عرضه المغتصب. والأردني اللي ضحى بأرض فلسطين كان شماغه أبيض، وهذا دم الشهداء الأردنيين اللي راحوا بفلسطين. وإذا هذول الشماغين القماش العادي هذا إذا أنا بدي ألبسه بدي يثير فتنة بالبلد ما بدي إياه، لا بدي الشماغ الأحمر ولا بدي الشماغ الأبيض. زي ما قلت لكم إحنا بلد واحدة مش بلدين، إحنا شعب واحد مش شعبين يا جماعة الخير. شو بدنا نحكي؟ والله العظيم وأنا قاعد بحكي معكم يا جماعة إنه غصة بقلبي هذه العنصريات الموجودة. يا جماعة إحنا بلدنا حاليا بوضع حساس جدا، على خط النار مع كل الدول اللي حواليها، سوريا من جهة، العراق من جهة، إسرائيل من جهة. واعذروني على كلمة إسرائيل، ولكن ربنا إن شاء الله يرجع البلاد لأهلها ونرجع مثل ما كنا وأحسن. لازم الجهود كلها تتضافر، لازم كلياتنا يا جماعة نشتغل بقلب واحد بإيد واحدة. بلدنا الأردن الحمد لله بأمن وأمان، بلدنا الأردن بيستقبله طول عمره فاتح قلبه وأرضه للعراقي من قبل وللليبي وللسوري ولأخوه الفلسطيني اللي هي قضيتنا واحدة. يا جماعة الخير صدقوني، صدقوني لازم نعرف انه انا مدامني اردني واحمل الجواز الاردني ومعي الرقم الوطني الاردني، فاذا كلنا اردنيين بغض النظر انا اردني ولا اردني فلسطيني. هذه الكلمة بدنا ننبذها، واي احد بده يحكيها وبده يسولف فيها لازم ننفيها نهائيا ونتجاهله ونبعد عنها. يا جماعة بلدنا بوضع حساس، ما بيستاهل اي فتن تدخل علينا من الغرب. بلدنا إن شاء الله محمية بجيشها القوي، محمية فيكم أنتم لأنكم أنتم واعيين وبتعرفوا الحساسيات اللي بتصير وبتعرفوا الضغوطات اللي من برا، إلا أنه بوعينا إن شاء الله راح نعدي كل هاي المراحل ونظلنا ببر الأمان اللي إحنا فيه. جماعة الخير أنا بتمنى الجهال والعنصريين اللي بيسمعوا الكلام هذا إنهم يتفكروا ويتعقلوا بكلامي ويسمعوا بشكل واعي ويستفيدوا منه. وبتمنى من كل العقال اللي بيسمعوا الكلام واللي ما عندهم هذه الأمور إنه ينشر الكلام هذا عشان يتعمم على الكل، ونكون إحنا إيد واحدة ضد الكل، وطن واحد مش وطنين، شعب واحد مش شعبين. وتحياتي لكل أردني ولكل أردني فلسطيني، وإن شاء الله هذه الكلمة ما نسمعها لا بوطننا ولا بالغربة. وإيش جنسيتك؟ أردني. من وين أنت؟ أنا أردني وبس. وإن شاء الله يكون كلامي كان خفيف الظل عليكم، واعذروني على الإطالة، ونشوفكم إن شاء الله بمحادثات جاية، ويوم جميل وجمعة مباركة مرة ثانية، والسلام عليكم.